الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك شيماء؟ خير الحمد لله. شلونك ابو محمد؟ شو اخبارك؟ وش جديد؟ حق رمضان ان شاء الله. اي ان شاء الله. ان شاء الله عندي مسلسل التنديل مع الاستاذ الكبير عبد الحسين عبد الرضا. تمثيلس انت ساير رتم واحد، يعني ما انت راضيه تطلعين من دور البنت المدلعه كذا انا؟ اي وجهة نظرك انا احترمها. اي كزميل، يعني انا اقول لس ما لنا علاقه بالناس والجرايد وذا. انا وجهة نظرك احترمها ورايك على راسي، بس انا بقول لك يعني ابو محمد انت شنو شفت لي اخر شيء؟ البنت الدلوعه الكذا. بالعكس انا اشتغلت دور البنت الشريره، البنت الطيبه، البنت اللي مغلوب على امرها، البنت الدلوعه، البنت الغنيه، البنت الفقيره، كل شيء سويت. ليش طيب ما اخذتي البنت المهبوله؟ بنت المهبوله؟ اي طلعت الحين بمسلسل نقش الحنه على تلفزيون الراي قبل رمضان، عرضوا دور بنت مينونه. والله؟ اي والله مع الاستاذ علي السبع. ايه ما شفته. انا مثل دور ابوي، حلو كان المسلسل، دوري كوميدي مسويه شويه شيء غير. طيب وش رايك في علي السبع كممثل؟ دمه ثقيل صح؟ لا حشا مرضى علي، انا وايد اعز استاذ علي السبع مثل ابوي، وعلاقته باهلي بامي وابوي وايد علاقه قويه، يعني انا اعتبره عمي. اي طيب ما عليش العلاقات الشخصيه ما علينا منها، بس كممثل ما تحسين دمه ثقيل؟ لا والله لا ثقيل ولا ينن. سالتي الناس كل واحد له راي، انا ما اعرف يعني انا اذا بسالهم وايد ناس، حتى في ناس يحبوني، في ناس يكرهوني، في ناس يشوفوني انا ممثله زينه، في ناس يشوفوني انا ممثله مو زينه، كل واحد له راي ولا ذوق. طيب وش جديد؟ عندي نص درزن، مسلسل نص درزن اماراتي خليجي شيمي، وان شاء الله لاول مره برمضان عندي مسلسل سقوط الاقنعه. تابعهم عاد ها؟ ايه ما شاء الله. تقول لي رايك. ما شاء الله ما شاء الله. اجل يا شيماء الكلام اللي وصلني صحيح؟ خير اسمع شر. لا يعني درزان قلتي؟ لا نص درزن. نص درزن. اي اجل الكلام اللي وصلني صحيح. شنو وصلك؟ ان شاء الله خير بس. لا خير بس يعني انا ودي اتاكد انه صحيح ولا مو صحيح يا شيماء. لا ابو محمد بقول لك عاد اذا في شيء يقول، لانه مو كل كلام يوصل صح وتعرف الناس وحكيهم. المهم الحمد لله على السلامه. يقولون سويتي حادث في عمان. اي سويت حادث، كنت ضيفه. اي زين ذكرتني، كنت ضيفه في مسلسل ورد وشوك على تلفزيون عمان، بينعرض ان شاء الله بعد برمضان. ما شاء الله. ووقت التصوير سويت فعلا حادث. نكتب الموضوع ان انا كنت اصور مشهد اني اسوي حادث، هذه اول يوم تصوير، شوف الحظ. لا اي والله، واصور مشهد حادث وصار الحادث صجي. ايه اجل يا شيماء الكلام اللي انا سمعته صحيح. محمد لا تيمني، ترى انا اخاف شنو الحكي اللي واصلك. لا يعني واصلني كلام، بس انا ابغى اتاكد ولا انت تاكدت انه صحيح؟ اي كلام، شو السالفه صاير؟ لا يعني الكلام اللي وصلني صحيح. اذا شنو عاد وصلك قول لي اذا خلا اعرف. انا ما ودي تزعلين. ليش يعني الحكي اللي وصلك يزعل؟ لا بس يعني انا تاكدت الان انه صحيح يعني. لا أدي يعني محمد أتقعد كذي والله جد، شو السالفة؟ صحيح أنت شريتي 3 عماير و4 شقق مفروشة؟ وين؟ في دبي. لا يمكن في سيلان، يمكن، بس في دبي لا ما لحقت أشتري. لا جد أنا ما نكت. والله كان زين يا أبو محمد، الله يسمع منك، مو بس في دبي، أشتري في كل مكان. لا أنت ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة والعافية، شغالة يعني. الآن قلتي لي حوالي 6 أعمال سويتيها. الله أكبر، 4 مسلسلات يبوني مرتين في دبي. زين هذا الكلام اللي أنا سمعته. والله كان زين، يا ريت. بالعكس أنا بقول لكم لو الموضوع صدق بقول لكم، وبالعكس أنا أعرف أنتم أصدقاء وإخوان وبتفرحون لي. ان شاء الله يسمع منك واشتري ان شاء الله 10 عمارات بعد. ايه بس شيماء انت باديه تتهربين من الموضوع، يعني يمكن عرفتي انا ليش سالتس وليش قلت وبديتي تتهربين من الموضوع. اي موضوع لا تهرب منه؟ يعني كنت ابغى اطلب من الناس فلوس، وانت قلتي بس خلاص انا لا شريت ولا
لا أفا عليك، أنت لو تبي عيوني أعطيك إياها يا أبو محمد. تسلمين يا شيماء، بس يعني الآن أنت خلاص رديتيها في وجهي. لا حاشا علي ما رديتك، تمر عمر. طيب والعمارة اللي شريتيها في عمان بعد المسلسل هذا؟ بعد عمارة في عمان؟ اي يقولون ما شاء الله الناس فادية. أنا يمكن حكمت بروناي وأنا ما أدري. يمكن لو يبير بترول في بيتنا إذا هالكثر عمارات شارية في عمان وفي دبي. إلا جد يا شيماء. هلا. مش أنت بتفتحين قناة فضائية جد وطلعت إعلانات محمد أنت اليوم شكلك تبي تبارك لي بالشهر وتتغشمر له. لا جد أنا شايف إعلانات في قناة إنه قناة فضائية مالتي وقالوا لس يعني. ما دام هالكثر شريت أغراض زين بشتري بعد قمر صناعي، ايش رايك؟ نتقاسم وبكتبها باسمك بعد. لا تتريقين عليها. إذا قاعد تقول ايش يضحك؟ كيف تضحك؟ الله يسامحك. ان شاء الله اسمع منك. يا شيماء جد والله القناة الفضائية هذه وش سميتيها؟ قناة اللي شريتها ها؟ نسميها قناة ابو محمد، ولا تخليها في خاطرك بكتبها باسمك افا عليك. يعني الآن عشاني أبغى أطلب طلب بديت تتهربين، ما عندي قناة ولا. بقول لك أبو محمد والله ايش فيك؟ ما فيني شيء والله. والله العظيم مو بصاج الموضوع، والله مو صاج. طيب شيماء السبت يعطيك العافية وكل عام أنت بخير. وأنت بخير. شنو يعطيني العافية على شنو؟ يعطيك العافية وكل عام أنت بخير وأهلا وسهلا في يعني مقلب. اوكي ابو محمد انا براويك الحين. ما عليك. الله يسامحك والله قهرني. بس يعني حبينا نضحك معك ونقول لك كل عام انت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. وانا فاضيين لي انت مرة اتصلت تسوي في المقالة اقول حق اخواني واهلي بس يقولون كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بس انا ما قلت شيء زعلكم ولا غلط بالكلام، وانت بعد محمد سامحني اذا زعلتك ولا غلط بالكلام. لا واقول لهم كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر، وان شاء الله تشوفون لي اعمال تعجبكم برمضان واكون عند حسن ظنكم، وانا وايد احبكم مثل ما انتم تحبوني.